عاملين ايه؟ شوكولاته دبي اللي قلبة الدنيا، الواحده منها ب 900 جنيه. طبعا مش هنروح نشتري الواحده ب 900 جنيه، لا هنعملها في البيت باقل من 100 جنيه، وهتوفر معانا وتعمل لنا كميه كمان. وهنعمل كل حاجه في البيت، من الحشوه للطبقه الخارجيه. وهقول لك كمان لو مش عندك القالب السيليكون تعملي في ايه، وهتعمليها بكل سهوله. يلا ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك، ونبدا في المقادير على طول. اول حاجه هتجيبي الصينيه بتاعتك تحطي فيها حبه من الكنافه قليلين جدا، عايزه اقول لك هيبقى اقل من التمن، عليها نص معلقه من السمنه، وعلى النار تفضلي تقلبي فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها وتقلبيها. مهمه قوي 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 في الوصفه دي ان كل الحاجات بعد ما تعمليها تسيبيها تبرد عشان ما تسيحش. تيجي بقى للصوص بتاعنا. صوص الفستق طبعا معروف انه بيتباع برقم محترم، واحنا قلنا نعمله في البيت باقل تكاليف، فهنستبدله بصوص الكراميل. في طعم على فكره من الشوكولاته بتاعت دبي دي بصوص الكراميل. هنجيب بقى كوبايه من السكر في الصينيه بتاعتنا، نحطها على نار هاديه، ما نقلبهاش ابدا الا لما تلاقي الجوانب بتاعتك بدات تسيح والسكر يتكرمل كده معاكي ويوصل للشكل ده. اول ما يوصل للشكل ده قلبي فيه، بس تقلبي فيه بمعلقه خشب. المعلقه الخشب مهمه جدا طبعا. واحنا بنعمل الكراميل نوطي النار تماما، وبصي ابعدي عنها عشان اللسعه منها بتعمل لك حرقه، ولسعه بتبقى محترمه كده توجعك قوي. وابعدي عنها اي اطفال جنبك او اي حاجه. تكوني مجهزه جنبك بقى نص معلقه من الزبده وتحطيها عليها. طبعا موطين النار، حسيتي ان البتاعه تحرق منك ومش هتلحقيها اطفي النار. واول ما نقلب الزبده فيها كده ونسيحها، نحط عليها كوبايه من اللبن عادي سخنه او بدرجه حراره الغرفه، بس ما تبقاش ساقعه. نحطها هتلاقيها مسكت معاكي وبقت بالشكل اللي قدامك ده وتقيله. لا ما عادي، وخليكي برده موطيه النار وقلبي فيها بالراحه عشان ما فيش حاجه تطرطش عليكي او تلسعك لحد ما تفك معاكي. وهتفك معاكي بكل سهوله، بس هي بتبقى عايزه تقليب بالراحه خالص. وبعد كده اول ما تفك هنزل عليها بمعلقه صغيره من النشا، عليها شويه ميه صغيرين، اقلبهم مع بعض واحطها عشان القوام يتقل معانا شويه. وبس كده صوص الكراميل بقى جاهز معانا. طبعا هنسيبه يبرد، هنحطه كده تحت المروحه ونسيبه يبرد معانا، عشان كده عملناه في الاول. ندخل بقى بالشوكولاته بتاعتنا. اولا انا جايبه شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك اللي هي السودا اللي قدامك دي، مستعمله نص قالب من الشوكولاته السودا دي. وعايزه اقول لك ان الشوكولاته البيضه استعملت منها بس مكعبين، ما خدتش معايا اكتر من كده. هسيحهم على حمام بخار. يعني ايه حمام بخار؟ هجيب حله احط فيها ميه واسيبها تغلي، واجيب طبق الالومنيا او اللي بيستحمل النار احط فيها الشوكولاته بتاعتي واحطها على الحله دي لحد ما تسيح معايا. هتسيح معايا بكل سهوله. وبرده اسيبها تبرد شويه، احنا في الصيف فمش هتجمد على طول معانا. واول ما تبرد معانا هجيب اي كيس صغير كده، لو ما عندكيش كيس حلواني او ما عندك حاجه تصبي بيها هاتي كيس عادي اللي هو التلاجة دوت الابيض الشفاف يكون صغير، تحطي بيه الصوص بتاعك اللي هو الشوكولاته البيضاء، وقطعي حته صغننه عشان تنزلك سرسوب صغير تعرفي تشكلي بيه. وهتجيبي طبعا لو انت مش عندك قالب سيليكون هتعملي ايه؟ عارفه انت الغطا بتاع الوجبات اللي بنجيبها من بره تقدري تستعمليها، او تقدري تستعملي اي علبه بلاستيك عندك، او تستعملي لو عندك قالب سيليكون تمام، مش عندك اي حاجه هاتيها واستعملي بيها هتعمل لك شكل وكل حاجه. بعد ما احط الشوكولاته البيضاء كده في الاول هحطها في الفريزر. عايزه اقولك هتحطيها لمده دقيقه واحده وهتلاقيها جمدت معاكي. هتطلعيها وتكوني برده مجهزه الشوكولاته السوداء معاكي. احطها برده في كيس حلواني او كيس بلاستيك واقطعه حته صغيره، او ممكن تاخدي بالمعلقه وتصبي عليها على طول وتوزعي بالراحه عشان ما تكسريش الشوكولاته البيضاء اللي تحت او تسيحيها، وتوزعي بالراحه خالص. وبعد ما هتوزعيها كويس قوي في القعر وفي الجوانب ترفعي حته صغيره، هحطها برده في الفريزر لمده 3 دقايق. وعلى ما تجمد شويه اجيب الكنافه بتاعتنا، بصي لونها اتحمر وبقى لونها حلو ازاي. بعد كده احط عليها الصوص بتاعنا بقى الكراميل. عندك صوص فستق وعايزه تحطيه حطيه براحتك، عندك لوتس عايزه تحطيه اي حاجه براحتك الصوص بتاعك. هنحطهم على بعض ونقلبهم كويس. عايزه اقولك ان انت لو كلتيها كده هي طعمها حلو قوي، لو دقتيها هتخلصي طبق وانت واقفه كده وتنسي الوصفه اصلا. بعد كده هتطلعي الشوكولاته هي جمدت معانا، هنوزع عليها بقى الكنافه كويس قوي. عايزه اقولك لما تخلي الحشوه تخينه فيها او كتيره، عايزه اقولك طعمها يبقى احلى احسن من ان انت تعملي طبقه كنافه رفيع. بعد ما احط الكنافه عايزه تدخليها الفريزر تجمد شويه، وبعد كده تطلعيها تحطي عليها الشوكولاته براحتك. عايزه بعد ما توزعيها بالشكل اللي قدامك ده تحطي عليها الصوص وتدخليها الفريزر برده براحتك. بس لو هتحطي عليها الشوكولاته على الكنافه على طول زي ما انا عملت، حطيها وافرديها بالراحه خالص عشان الشوكولاته ما تبوظش الشكل وما تقعدش تطلع معاكي في المعلقه وتبوظ الدنيا. وبعد ما هفردها كويس هدخلها برده الفريزر لمده دقيقتين 3، واطلع اشكلها بقى باخر حبه من الشوكولاته البيضاء. عايزه اقولك الشوكولاته البيضاء كانوا مكعبين بالظبط وكفوا معايا وحلوين قوي وفاض كمان. هشكلهم بقى باي طريقه انت عايزاها او باي شكل انت حباه، وادخله الفريزر برده لمده 3 دقايق. عايزه اقول لك الوصفه دي كلها على بعض مش هتاخد منك نص ساعه.
وهتطلعيها تطلع معاكي بكل سهوله من القالب. اول علبه اللي انت هتعملي فيها عايزه اقول لك خدت شكل العلبه بالظبط، وبالكلام اللي مكتوب على العلبه اخدته. بصي شكلها كان خطير، فحلوه قوي، وبجد مش تاخد منك وقت. هي نص ساعه في الفريزر وهتكون اتعملت معاكي بالظبط. بصي خدت الحروف والشكل والتجويف اللي جوه ده، وكمان بالعلامات اللي كانت على العلبه. عايزه اقول لك كانت لذيذه وكانت تجربه حلوه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. وما تنسيش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، عايزين نوصل ل 1000 مشترك وكومنت حلو زيكم. احنا خلصنا كده وعملناها بجد اقل من 100 جنيه. ما استعملناش لا في الشوكولاته البيضاء ولا السودا قالب كامل، لا استعملنا في الشوكولاته قطعتين، وفي القالب الاسود نص قالب. بجد هتعجبكم، جربوها.